عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحب بكم فيديو جديد من قناة المدرسة الصغيرة. إذا فيديو اليوم حيكون عبارة عن اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية سنة رابعة متوسط. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في إذا ننتقل أولا إلى النص. الاتصال هو أساس الحياة بين البشر على اختلاف أجناسهم وتعدد لغاتهم، وبالاتصال تزداد الشعوب تقاربا، وإن الإسلام دعا إلى التقارب والتآلف، واتضح ذلك عندما قال الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما أهمية التواصل والتعارف في الحياة، وكيف أرشدنا الإسلام إلى التعامل الإيجابي مع وسائل الاتصال؟ لقد أنعم الله علينا في العصر الحديث بوسائل الاتصال الحديثة التي سهلت نقل المعلومات واختصار الوقت والمسافات، حيث أصبح البعيد قريبا، وشكر الله المنعم على هذه النعم واجب. القيم والأخلاق الإسلامية والتعريف بديننا الإسلامي الحنيف عند كل شعوب العالم، كما يجب استخدامها في خدمة وطننا الحبيب وحمايته من كيد الكائدين. ولكن للأسف الشديد كثير من الناس لا استخدامها لهذه الوسائل، فأصبحت وسائل الاتصال الحديثة سلاحا فتاكا تنخر أخلاق الشباب وتدمرها إلى أخلاق المبتعدين عنها الذي يحذر أخطارها. فوظفت هذه الوسائل في نشر الرذيلة والفواحش والأخبار الكاذبة والإشاعات والتشهير بالناس والتحريض على العنف والتمرد الذي يخرب الوطن. إن التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة تحكمه ضوابط تربوية وأخلاقية. حري بالمسلم الصادق أن يتحلى بها في تواصله مع الآخرين. يمكن إجمالها فيما يلي: النية الخالصة بالقصد من فعل الخير والاستعانة بذلك في طاعة الله تعالى، والحرص على نشر الكلام الطيب الصادق، وتجنب نشر الكلام البذيء والكذب، والتحلي بخصلة الحياء التي تمنع المسلم من نشر الفاحشة. فيا أيها المسلم، أحسن استغلال وسائل التواصل التكنولوجي واجعلها منبرا لنشر أخلاق الإسلام بين الشعوب والأرض، ولا تجعلها معولا لهدم الوطن، بل اجعلها أداة لطلب العلم النافع، واجعلها وسيلة لاقتناء المعلومات التي تساهم في بناء وطنك وتطويره. فهناك من الشعوب من يملك المعلومة التي نحن في أمس الحاجة إليها، فخذ منهم العلم والتكنولوجيا واترك الأخلاق التي لا يقبلها دينك الحنيف ووطنك الحبيب. إذن هذا هو النص تاع الاختبار اللي درته اليوم. طبعا ننتقل إلى أسئلة النص. إذا الوضعية الأولى عليها 4 نقاط. أولا، عدد النص فائدتين من فوائد وسائل الاتصال الحديثة. بالطبع أهم فوائد وسائل الاتصال الحديثة حيث أصبح البعيد قريبا، واختصار الوقت والمسافات إلى آخره، سهلت نقل المعلومات إلى آخره. السؤال الثاني، أذكر 2 من الضوابط التي يجب أن يتحلى بها المسلم حين تعامله مع وسائل الاتصال الحديثة. إذن النية الخالصة بالقصد إلى فعل الخير، الاستعانة بذلك في طاعة الله تعالى، والحرص على نشر الكلام الطيب الصادق. ننتقل إلى السؤال الثالث. إذن لخص مضمون النص في فكرة عامة مناسبة. توضيح الكاتب أهمية وسائل الاتصال وفوائدها ومخاطرها على الإنسان. إذن ننتقل إلى رابعا، اشرح ما يلي: تنخر، تفسد، وهات ضد كلمة السلبي من النص. السلبي ضدها الإيجابي. الوضعية الثانية، أعرب ما تحته خط في النص. إذن أنا الإعراب تاعي لا أدري إن كان صحيحا أو خاطئا، لكن أعربت كلمة التآلف والتآلف، أعربتها مضاف إليه، اسم معطوف مجرور، وشكر الله المنعم عربتها مضاف إليه. ننتقل إلى استخرج من النص أسلوب استثناء، وحدد أركانه ونوعه. إذن إلا أخلاق المبتعد عنها وجدته. ننتقل إلى السؤال الثالث، أعد كتابة الجملة الآتية بكتابة العدد الوارد فيها بالحروف ثم أعربه. أنا كتبت لا أدري إن كان صحيحا أو خاطئا. بلغ عدد مستخدمي الهاتف النقال أزيد من 90 مليونا. استخرج من الفقرة الأخيرة محسنا بديعيا معنويا وبين نوعه. إذن استخرجت لهدم بناء ضد. إذن طباق الإيجاب.
ماذا كذلك أسلوبا إنشائيا وبين نوعه. أنا وجدت من الفقرة الأخيرة فيا أيها المسلم، هنا نداء. إذا ننتقل إلى السؤال الخامس. سمي الصورة البيانية الآتية: وسائل الاتصال سلاح فتاك. أنا قلت استعارة مكنية، ربما تكون تشبيه. ننتقل إلى سادسا. ميز النمط الغالب على الفقرة الرابعة ومثل له بمؤشر. إذا النمط الغالب على الفقرة الرابعة تفسيري. كثرة التفسيرات والتوضيحات. قدر قيمة تربوية للنص. إذا الإنترنت سلاح ذو حدين، لا أحسن استخدامها وإلا ستضرك. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. السياق: رأيت أن النتائج الدراسية صديقك في تراجع مستمر، وحينما تقربت منه لمعرفة السبب عرفت أنه مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يقضي معظم وقته مبحرا في العالم الساحر. السند: قال أحدهم: كثرة الإبحار تسبب الانهيار. قالت الكاتبة حنان البيروتي: لو استطعنا حساب الفترة الزمنية اليومية التي نقضيها في تصفح سريع لمواقع التواصل الاجتماعي لأصابتنا صدمة، وصلت إلينا مرارة الإحساس بهدر الوقت. التعليمة: اكتب نصا من حوالي 16 سطرا تشرح فيه مخاطر الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي لتقنعه بضرورة الاستعمال العقلاني لها من أجل الانتفاع بإيجابياتها، موظفا ما أمكن من مكتسباتك. إذا هذا هو موضوع الفصل الأول، اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية السنة الرابعة متوسط. أتمنى أنكم راح تستفادوا منه. كان موضوع بسيط وسهل. تأني. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا منه. إذا عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس، يصحبكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.